ايه ده؟ هو احنا ممكن نقوم في يوم نلاقي طاقة الشمس بتخلص ونورها بيضعف وحرارتها بتقل؟ لا يا حبيبي الهمج، طاقة الشمس دي طاقة متجددة. عايز تعرف ايه الوقود اللي بيمد المفاعل النووي الرهيب ده بالطاقة اللي مش بتخلص ولا بتنقص من ملايين السنين؟ تعالى لما اقولك. بس خليني اقولك الاول انك لو مش مشترك معانا في المجتمع الهمجي فانت فايتك كتير. اشترك وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل ما هو قيم، ولو محتوانا عجب حضرتك اعمل شير علشان غيرك يستفيد وتساهم في بناء هذا المجتمع. يلا بينا نبدا على بركه الله. يلا بينا. تخيل ان الشمس دي بتدمج في الثانيه الواحده 600 مليون طن هيدروجين، وعن طريق الاندماج ده بينتج 596 مليون طن من الهيليوم. طبعا التفاعل ده يحصل لازم تكون درجه الحراره عاليه جدا. في قلب الشمس درجه الحراره 15 مليون درجه، والضغط هناك عالي جدا. كل ده بيحصل يا صديقي في ثانيه واحده، والطاقه دي بتمد الكوكب بالضوء والحراره من 4.5 مليون سنه. العلماء كانوا زي كده برضو قلقانين وخايفين على مصير الشمس انها تنتهي، وساعتها يبقى مستحيل العيشه على كوكب الارض. لكن سبحان ربنا سبحانه وتعالى الذي خلق فابدع، وكل ده مسخر لخدمتك علشان تعرف قدرك عند ربنا سبحانه. لو عجبك الفيديو اكتب في الكومنت سبحان الله العظيم.